والله انا كصاحب مشروع اعاني من هذه المشكله، والحمد لله اليوم طلع الحل من وزير التجاره. عندنا صعوبات تحد من تطوير بيئه الاعمال. واحد اهم الصعوبات اللي كل واحد فينا هني واللي قاعد يشوفنا ومتاكد منها هي صعوبه التراخيص في دولة الكويت. الله يعطيه العافية. اليوم وزير التجارة أعلن عن الرخصة الذكية. شنو هذه الرخصة الذكية؟ هذا الفيديو جدا مهم حق أصحاب الأعمال اللي عندهم مشاريع واللي يفكرون يفتحون مشاريع. قبل عشان تفتح أي مشروع أنت محتاج ترخص من البلدية ومن التجارة ومن المطافي و إذا دشيت المحل أنت ملزم يا صاحب المشروع أنك تعلق 7 إلى 8 تراخيص على الطوفة. طبعا هذا يشوه الديكور أصلا، ولكن أنت ملزم أنك تعلق 7 إلى 8 تراخيص على الطوفة، وكل ترخيص من هذول في تاريخ ولا رسوم ويختلف عن الثاني. وإذا ياك المفتش وما لقى الترخيص ماله على طول خالفك، ومخالفات شايدة. ترخيص من البلدية لازم يروح للمطافي، ترخيص صحي لمنشأة غذائية، يسوي شهادة انتفاع باستخدام علامة تجارية، لائحة الدوام، شهادة توقيع اعتماد صاحب العمل، لائحة الجزاءات. هذا كله راح يتم الاستغناء عنه بهذه الرخصة الذكية. كل هذول يقطهم بالزبالة، وهو QR كود وراح تحطه وخلاص ومع السلامة. رقم 2، كل الرخص راح تكون تحت تاريخ صلاحية واحد وتاريخ انتهاء واحد، وهذه نقطة جدا مهمة. طبعا بالإضافة إلى مميزات وايد، إذا تفتح فرع إضافي، إذا تسوي خدمة إضافية، كل شيء يندرج تحت رخصتك الذكية الموحدة. الله يعطيهم العافية، صراحة خطوة ممتازة كنا نعاني منها والحمد لله حلوها. دز الفيديو هذا حق اي واحد صاحب مشروع لانه يدري بالمعاناة هذه. الله يعطيهم الصحة والعافية ويعطيكم الصحة والعافية وقواكم الله.